البنات، كدايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، هانيين، كلشي مزيان. نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. نهار جديد، فيديو جديد، وصفه جديده. وصفه اليوم خاصه لترطيب الشعر. البنات جبتكم واحد الكيراتين طبيعي 100%، مكونات طبيعيه موجوده في الكوزينه ديالك، يعني والخاص. ولكن راه اللفه ديالهم كبيره تبارك الله. مع الصيف الناس تتسافر للبحر، وعارفين الملوحيه ديال البحر تتاثر لنا على الشعر ديالنا بروشين. يعني بزاف د الحوايج تاثروا لنا على الشعر ديالنا، على الزغبه. ودابا جبت لكم واحد الماسك كيراتين طبيعي 100%، مكونات طبيعيه تترطب التقصفات اللي عندنا في الشعر. يعني غزال الترطيب راه خطير. هذا الوصف في الترطيب فن. وما نطولش عليكم، خليكم مع المقادير وطريقه التحضير وانتم عم تشوفوا. بقاو معايا. ندوزو المقادير ديال الماسك ديالنا. المكون الرئيسي هي مايزينا خطيره البنات في ترطيب الشعر، غزاله. يعني هانتوما غادي تجربوا هذا الماسك وغتردوا عليا، راه فن. مايزينا غزاله هي المكون الرئيسي لهذا الماسك. المكون الثاني هو ياغورت طبيعي دانون مسوس. ولكن راه غزاله هاد الماسك، راه فن. المكون الثالث وهو زيت زوج الهند. انا تنقول ليه جوج زوج. زيت زوج الهند، ولكن راه خطير. يعني هاد المكونات تترطب الشعر وتتغدي لنا الزغبه. راه غزال هاد الماسك. يعني ثلاثه المكونات فقط، ولكن الفي ديالهم راه زوينه بزاف. وما نطولش عليكم، ندوزو للطريقه ديال التحضير وهانتوما معايا ما تشوفي. غادي ناخذ نشاء الذره. غادي نديرو خمسة على حسب طول الشعر. انا شعري قصير، يعني غادي اللي شعري طويل غدير كاس ديال مايزينا. انا غندير 6 المعالق كبار ديال مايزينا. شحال ما كثرتي المايزينا راها مفيده باش تعمري الشعر ديالك مزيان. وغادي نديرو دانون مسوس. هنا راه كاينين 2 علب ديال دانون مسوس. انا غندير وحده ونخلط على حسب الخليط. غادي نخلطوه مزيان هذا الخليط ديالنا. خلطو غير بشويه مايزينا تطير مع خفيفه. هذا الماسك راه فن والله تغزال. غادي يعجبكم من التجربه الاولى. غادي نستعمل العود باش تخلط لنا مزيان. غنخلطو مزيان هذا الخليط. حتى نحصلوا على خليط مطلق شويه، ما يكونش خاسر بزاف وما يكونش مطلق بزاف باش ما يبقاش يهبط لنا على الحوايج ديالنا. غادي نزيدو دانون مسوس. يعني درت 2 علب ديال دانون مسوس. وغنخلط. حتى نحصلوا على خليط ما بين ثقيل ما بين خفيف. البنات هو
خلطنا مزيان. دابا غادي نضيفو زيت زوج الهند. غادي نضيف 3 المعالق كبار ديال زيت زوج الهند. 3 المعالق كبار البنات. زيت زوج الهند راه مرطب خطير للشعر فن. زعما زيت زوج الهند فن للشعر. وغادي نخلطوا المكونات مزيان. عرفتي راه كيراتين خطيره البنات للشعر، راه فن. راك تشوفوا المكونات. خلطوا مزيان حتى يتنسجم لينا الزيت مع دانون مسوس ومايزينا. ضروري من التخلاط تخلطوه مزيان حتى ينسجموا جميع العناصر. ضروري هاد المرحله حتى هي راه مزيانه، يعني خاصنا ضروري نخلطوا باش المكونات يتنسجموا لينا 3. ماشي الزيت يبقى من الفوق ضروري خاصنا نخلطوا مزيان. البنات هذا هو الخليط كتيجي غزال كيراتين طبيعي فن البنات ولا غزال. البنات الماسكا وجد لينا. دابا غندوزو الطريقه ديال التطبيق. بقاو معايا وما تشوفين. اول شيء خاصنا الشعر ديالنا ما يكونش مسخن البنات، لان هاد الماسكا ديال الترطيب خاص الشعر يكون نقي بحال يلا غاسله بحال البارح واليوم يمكن لك تستعمليه في الوصفه. الشعر خاصو ما يكونش مسخ، حيت ملي بتبغي تغسليه خاصك تغسليه بغسله وحده ديال شامبون وديميلو فقط. ملي كنتي الشعر مسخ وتستعملي هاد الوصفه ما تعطيش مزيان، يعني الشعر يكون نقي بحال غسلتيه البارح عادي يمكن لك تستعملي هاد الوصفه ديال الترطيب. وثانيا خاص الشعر ديالنا ما يكونش ناشف، خاصه ضروري نفزقوه. ناخذوا قريعه فيها ديك الرشاشه ورشوا الشعر كامل بالماء. ماشي غادي نفزقوه بزاف وانما غير يفزق شويه ما يبقاش ناشف. ضروري هاد المرحله الاولى يكون نقي الشعر. المرحله الثانيه خاصنا نفزقوه واحد شويه باش الماسك يعطينا اللف ديالو. دابا غادي ندوزو مرحله ديال التطبيق. تنفرقوا الشعر على جوج. ضروري هاد المرحله تنفرقوا الشعر على جوج ونشطوه. ونبداو بسم الله نطبقوا الماسك على الشعر ديالنا. نبداو دائما من الجهه اليمنيه احسن. بسم الله. يمكن لكم تستعملوا يديكم ولا تستعملوا الشيطه اللي بغيتو. انا غنستعمل البنات. خاصكم ما تعطلوش على الخليط حيت مع مايزينا تتعقد بزاف، يعني حاولوا ديروه مطلق شويه
حيت مايزينا كتعقد. بسم الله. غادي نبداو من دائما ملي غاسين. غادي نستعمل معكم هاد الشيء وجهه اخرى. هاد الوصفه غزاله فنه زعما. سمحوا لنا الا سمعتوا شي صوت الدراري تيغوتوا لتحت، ما تينعسوش، ما عرفتش علاش. هادو راه ولاد خوتي، ما عرفت مالهم. نبقاو على هاد الطريقه حتى نكملوا الشهر ديالنا. هاد الوصفه راه يمكن نستعملوها حتى الرجال، لما لا؟ تطبطب الشعر عادي. وما ننساوش لتحت. خاصكم تتبعوا نفس الطريقه البنات. الطريقه راه زوينه. اخيرا. البنات يعني غادي تتبعوا نفس الطريقه اللي درتو في هاد الجهه، غتتبعوها في هاد الجهه نفسها.
جوج سوايع جوج سوايع ونص وتغسلو. غسليه غير بالديميلور كاع. الا كان شعرك نقي غسليه غير بالديميلور، الا كان شعرك تتزيت غسليه مره واحده بالشامبوان وغسليه بالديميلور صافي. ملي تغسليه غتنشفيه واستعملي السيروم ولا باش تدهني شعرك، وديك الساعه ملي تنشفيه وتستعملي السيروم ولا الزيت غادي تشديه وغديري باتشا. البنات كاع تعرفوا شنو هي باتشا. باتشا الشعر ملي تيتغسل تيتنشف تيدهن تتفرقيه من هنايا تدوري باتشا على الشعر كامل بحال هكذايا وتديري في الهايل وتديري الدره ديالك. عرفتي باتشا راه كاع البنات تيعرفوها. باتشا تتخلي الشعر يكمل تزيد يرطب يرطب تيولي فل. يعني هاد الوصفه مع الباتشا راه الشعر تيولي غزال. من هذا المنبر تنشكر عيله تحيا مصر برئاسه الاستاذ صالح الرياضيات. تنشكركم بزاف بزاف وتنهنكم بالعيد السعيد، وتنتمنى من الله تكونوا دائما مجموعين وما يفرقكمش، بقى دائما مجموعين وفرحانين يا ربي. وتشكركم بزاف بزاف من اول عنقود فات ايطاليا الى اخر العنقود. وتنشكر جميع المتابعين لزهرة فلوغا، الاخت حليمه عمران والجيش بركالي. تنشكركم بزاف بزاف على المتابعه ديالكم معايا وتتعاونوا تساندوني. وشكرا عيله تحيا مصر برئاسه الاستاذ صالح الرياضيات. تنشكركم بزاف بزاف وعيدكم مبارك سعيد. نتمنى كل عام وانتم بالف الف خير، والله يخليكم دائما مجموعين وفرحانين وناشطين. وشكرا لكم بزاف وبسلام عليكم حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. باي باي.